كلنا مرينا بقصص ومواقف صعبة بحياتنا، شو القصة الصعبة اللي انت مريتي فيها وما فيكي تنسيها؟ جيت على الشام. ليه؟ من الناس الموجودة فيها. وين كنتي قبل؟ كنت بتركيا. إلي 19 سنة بتركيا قبل الأحداث. إيه، وبعدين اضطر الأمر وترحلت من تركيا. وأول ما جيت على الشام لأنها كبيرة توقعت إني لاقي فيها شغل. إيه، بس كان الوقت صعب، يعني إنه كانت عيشتي بالشام صعبة. إنه الناس اللي هون، مجتمع اللي هون غير المجتمع اللي كنت أنا عايشة فيه. من يعني أي ناحية؟ بخصوص كل شيء. قلة الاحترام، قلة الأدب، التعرض للناس، التهم اللي مي مزبوطة، هيك شيء يعني. كانت مرحلة صعبة كتير. امتى ترحلتي من تركيا؟ من شي شهر ونص. ما صار لك زمان. ايه. طب هلا انت اجيتي على الشام لعند مين؟ ما عندي حدا ابدا. ابدا. نوب. حضرتك متزوجة؟ ايه، مش زوجي، بس زوجي متوفي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب، عندك اولاد؟ عندي بنوتي بس. الله يحميها، كيف توفى؟ توفي بحادث سير بتركيا. هو تركي يعني. الله يرحمه. طب هلا انت وين عايشة وكيف عم تزبطي امورك؟ بشتغل بكافيه يعني. هو أول ما أجيت على الشام حاولت كتير إني أدور على شغل، بس كان صعب إني لاقي وبلباسي، وإنه بنتي موجودة معي. فبعدين لقيت شغل بمطعم وقعدت أشتغل فيه. هلا بشتغل بالمطعم وبروح بنام. اهلك وين؟ أهلي متوفيين من زمان. كلهم؟ كنت طفلة. أنا زرعت أنبوب لبيي، بيي ما بيجيب أولاد. أي، وبعد منا عمامي إنه استغلوا الموقف إني أنا ماني، يعني إنه حسوها ثقيلة عليهم إنه أنا زرع أنبوب. حتى لو بس انت تكوني بنت اخوهم. إيه، بس هيك يعني هنن عايشين على الدقة القديمة، مجتمع معهم صعب. فبعد ما بابا مات الله يرحمه هو والماما، فأخذوا له أملاك وما خلوا له شيء، بحيث إنه أنا ما يطلع لي شيء أبدا من ورثة بيي وأمي. ما حاولتي تشتكي؟ لا، ما حسنت. ما حسنت إنه خلي الضفر يطلع من اللحم. استنوا نحس. بس بدنا نخلو. يتخلف في الله ما بينسى حدا. حضرتك شو دارسة؟ درست بصالون تجميل بتركيا، بس ما وافقوا بالشهادة هون بسوريا. ليه؟ بدها ترجمي من التركي للعربي، ولأني ما بعرف عربي أبدا، يعني ما بعرف إني أكتب وأقرأ عربي، مشان هيك. ما بتعرفي تقري وتكتبي عربي؟ قد ايه صار لك ليه بتركيا؟ صار لي 19 سنة قبل الأحداث. من قبل الاحداث. مهم. تزوجتي فورا لهني؟ إيه، لا، بعد موت أهلي عشت عند أختي من أمي مو من بيي. وبعدين تجوزت وأنا عندها. بعد ما جوزت أخذت أبوها لبنتي توفى. وبعدها ضليت كم كمل شغلي بالصالون لحالي. وبعدين ترحلت، الكملك عندي وقف ورحلوني على سوريا. طب ما حاولتي تجددي الكملك تبعك مشان ما يتوقف وتترحلي؟ المشكلة الصدمة اللي مريت فيها بعد وفاة زوجي الله يرحمه، كان صعب علي إني أتذكر الكملك، كان آخر همي يعني. مريت مرحلة صعبة يعني بعد موته. قد ايه صار له متوفي؟ صار له تقريبا شي سنتين. قد ايه راتبك بالكفي $150. بالشهر؟ ايه. قد ايه عدد الساعات؟ من الوحدة لل8. عم يكفوكي ال 150؟ هلا حاليا ماشي الحال يعني، لأنه ما في آجار بيت. بس بعد هلا يعني ممكن اشتغل شهرين ثلاثة بعدين رح استأجر بيت، فأكيد ما رح يكفوا. بس الحمد لله. عندك مشكلة بعرض الحلقة على النت؟ لا، ما عندي مشكلة.